ورجعنا تاني مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات اعرف قسمك، المقدمة من تيم علومانجانا. والنهاردة هنتعرف على أجمل أقسام كلية علوم، وهو قسم كيمياء حيوان. هنعرف كل تفاصيل القسم عشان يكون عندك كل المعلومات اللي تساعدك تقرر تدخل القسم ده ولا لأ. مبدئيا علشان تدخل القسم ده لازم تكون ناجح في مادة زولوجي 1 و2 وكمان كيمستري 1 و2، والGPA بتاع القسم بيختلف من سنة للتانية. نيجي بقى للمواد اللي هندرسها في القسم ده وهنقسمها لفرعين. فرع هندرس فيه الفقاريات واللافقاريات والعائلات اللي تخصها، وكمان بندرس مادة البارة اللي بتعرفنا عن معظم الطفيلات اللي ممكن تصيب الإنسان. وكمان بناخد امبريولوجي، ودي بندرس فيها تكوين الجنين والمراحل اللي بيمر فيها لحد لحظة الولادة، وغالبا الفرع ده بناخد منه مادة كل ترم. نيجي بقى للفرع التاني الأكثر تشويقا، لأن المواد اللي فيه بيكون ليها علاقة أكتر بالإنسان، زي مثلا بندرس الهضم وبنعرف إيه الإنزيمات اللي بنستخدمها في العملية دي، وبناخد فسيولوجي اللي بنتعلم فيها الهرمونات، وكمان هيماتولوجي وبندرس أنواع العضلات. ومش بس كده، كمان بناخد جيناتكس وسيل بيولوجي ومولكولار بيولوجي وبندرس الDNA وكل ما يخصه، ومواد تانية هتعرفوها لما تدخلوا القسم إن شاء الله. كمان بنقدم مشروع التخرج في ترم التخرج، وحقيقي من الاكسبيرينس المهمة والممتعة اللي هتمر بيها في القسم ده. في أول أسبوعين بيبدأ القسم ينزل تقسيمة بعدد الطلاب والدكاترة المشرفين عليهم. بعد ما كل واحد عارف الدكتور اللي هيكون مشرف معاه، بيبدأ الدكتور يوزع الموضوعات وكل واحد ياخد الموضوع اللي هيتكلم فيه، وبنبدأ بالبحث في الموضوع. وأكيد الدكتور بيكون مساعد لينا بشكل أساسي، وأكيد برضه ممكن يطلب بعض التعديلات، بس الموضوع بيكون سلس وبيعدي. وغالبا مناقشة المشروع بتكون بعد نهاية الفاينل. خلاص ناقشت مشروع التخرج والحمد لله اتخرجت، هتشتغل في ايه بقى؟ ورقة وقلم كده واكتب معايا. ممكن تشتغل في شركات الأدوية عادي، وعموما يعني أي قسم كيمياء يقدر يشتغل في شركات الأدوية. ممكن تشتغل في شركة الأدوية في QC، وده قسم رقابة الجودة اللي هو معمل تحليل منتج قبل وبعد التصنيع. أو تشتغل في QA، وده قسم ضمان الجودة والإشراف على عملية التصنيع. كمان تقدر تشتغل في معاهد القلب والأورام. ممكن تشتغل في مراكز البحوث والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وده الشغل اللي قسمنا بيتميز بيه عن أي قسم تاني. ممكن تشتغل في مراكز الوراثة ومراكز الطاقة الذرية وبنوك الدم ومراكز المصل واللقاح ومصانع التغذية زي صناعة الألبان واللحوم والزيوت الغذائية. وتقدر تشتغل في ميديكال راب، ده بتسوق فيه منتجات لشركات. وبما انك كيميائي ليك الحق انك تشتغل في شركات مستحضرات التجميل، وكمان تقدر تشتغل في معامل التحاليل. نيجي بقى للدبلومات اللي ممكن تاخدها وتفيدك في سوق العمل، زي دبلوم الكيمياء الحيوي، دبلوم علوم الدم والتحاليل الطبية، دبلوم علوم التغذية، ودبلوم الميكروبيولوجي. كده احنا اتكلمنا عن كل حاجة تخص القسم، سواء هندرس ايه فيه ومشروع التخرج، مجالات العمل، والدبلومات اللي تقدر تاخدها. تتوقع بقى ايه القسم اللي هنتكلم عنه المرة الجاية؟ تابعنا عشان تعرف هنتكلم عن ايه، وكمان عشان تتعرف على تفاصيل باقي الأقسام.